حاجة ليها طعم، حتى الردح كان ليه طعم. يعني زمان علشان ست تردح لست زيها كان ليها بعض الكلمات، زي مثلا ايه، يا سي احمد يا عمر، او شوبش، او يد العدي. فرشتيش الملاية لحد قبل كده؟ لا ايه ده يعني، يا بتاعت مش عارفه بتاعت ممزوع. بس ده بس انا بيني وبينك ما بعرفش، ما بس هو طبعا اختلف مش زي زمان طبعا. طب لا ما بعرفش بصراحه. كانت في شياكه شويه. لا بطريقه بشعه يعني. ما يستحقش ان البنات دول يعني. ما فيش ردح ولا حاجه، الناس اتعلمت واتطورت والبنات بقت كويسه. طبعا كل عصر ليه تطوراته وكده. لا بقى الفاظ على طول بتاعي. ما انا مش بنت عشان اعرف، انت تعرف اكتر مني يعني. هزار وبس بنتخانق مع بعض بهزار يعني. يعني كانوا زمان بيردحوا لبعض بس كان في امان، انما الوقت ما فيش امان، علني كل حاجه عادت علني الوقت. لا بطريقه تانية خالص، ما بقاش فيه زي الاول. مفيش ردح دلوقتي خلاص، هي كلها ماديين واللي تقرب اكتر يعني. بيتش جيرل. لا مش ردح. مش ردح طبيعي، اتطوروا في الموضوع ده. بيتش جيرل. ما بقاش حد دلوقتي يستحمل حاجه، ممكن ياكلوا بعض. ايه المواقف مثلا المعينة اللي ممكن تستخدمي فيها الالفاظ دي؟ ممكن يكون موقف هزار. ممكن مثلا تنرفزك او تخليكي ممكن تفرشي الملاية لحد. لا عمري ما عملتها ولا عمري هعملها. هو مفيش ردح خلاص دلوقتي، انتهى زمن الردح. خلاص مفيش ردح، مفيش حد اصلا بيردح دلوقتي. هو مين اللي بيردح دلوقتي؟ بنات سواء بنات او رجاله، مفيش الكلام ده. حتى بالذات البنات دلوقتي اصلا مش في عندهم موضوع الردح. طيب يعني الردح زمان كان احسن ولا دلوقتي؟ والله هو ولا زمان ولا دلوقتي، هو عموما عاده قبيحه ومش لازم تكون، والا الدين والرسول عليه الصلاه والسلام كان متسامح، والدين دين التسامح والخلق، ان حتى لو حد اساء لي مش لازم انا ارد له الاساءه، او لازم اردح، او لازم افرش المشاوي. الحاجات دي كلها من عمايل الناس اللي هي الايه، اللي ما عندهاش ايمان ومش متدينه، والشيطان اكتر منها قريب من اي حاجه تانية.